تخيل معايا نهار عادي في يوم صيفي زوين في واحد المدينة هادئة. الشمس كتشرق، زناقي عامرين بالصداع ديال الدراري الصغار اللي غاديين للمدرسة. الباص الصفر المعروف كيوقف قدام الباب، الدراري كيطلعوا فرحانين ومعمرين الدنيا بالضحك والنشاط وكيقولوا بسلامة لوالديهم. شكون كان غيتخيل ان هاد بسلامة غادي تكون هي آخر كلمة غادي يسمعوها، آخر مرة غادي يشوفوا فيها والديهم؟ في واحد اللحظة وفي طرفة عين الباص الصفر اللي فيه 26 طفل والشيفور ديالهم كيختفي. ماشي غرق، ماشي تحرق، وماشي حتى دا شي حادثة سير عادية، لا، الباص تبخر بحال الا كلاتهم الارض في واحد المدينة سميتها تشاوتشيلا. الدنيا تقلبات، كل شي تروع، والوالدين ديال دوك الوليدات مساكن غيحماقوا بالخلعه. وليداتهم مشاو اختفاو وما عارفينش واش باقيين عايشين ولا لا. ولكن اللي ما كانوش عارفينه هو ان داكشي اللي طرا لوليداتهم اكفس من اي كابوس ممكن يتخيلوه. كان اختطاف ماشي بحال اي اختطاف، كان واحد الجريمه اللي خططت ليها عقول مريضه ونفذتها ايادي قاسيه وخلفات وراها جروح ما كيداويها لا زمان ولا مكان. هاد القصه غتخليك تشك في كل شيء وفي اي واحد. كانت مدينه تشاوتشيلا في ولايه كاليفورنيا في 1976، مدينه صغيره بزاف، هادئه مسالمه، والناس ديالها قلال كيعرفوا بعضياتهم بالسميه والكنيه. الشر فيها الى بان كيكون قليل ونادر بزاف، وكاع الناس اللي فيها كيقولوا انها بحال شي قريه كبيره كل واحد كيعاون الاخر. ولكن الشر كيف كيقولوا يقدر يتخبى حتى في الاماكن اللي كتبان بريئه وهادئه، يقدر يكون قريب ليك كثر ما كتصور. في 15 يوليو 1976 نهار الخميس مع ديك 4 ديال العشيه بالضبط، الشيفور د الباص ديال المدرسه السيد إد راي اللي كان عمره 55 عام كان كيدير وليدات لدارهم من السامر سكول. إد راي كان معروف في تشاوتشيلا كامله، كان خدام في المدرسه هذه سنين طويله، والناس اللي كيعرفوه كيقولوا عليه راجل طيب، القلب ديالو كبير وكيبغي الدراري الصغار بزاف، ديما ضحك وناشط معاهم، ما عمرو جا الخدمه غضبان او معصب. كان كيقول دايما اي واحد كيخدم مع الدراري الصغار ما من حقوش يجي الخدمه هو معصب ولا ينشر الطاقه السلبيه حداهم. كانت هذه هي الفلسفه ديالو في الحياه وكان كيعيش بها كل نهار. هذيك العشيه إد راي كان يلا هز الوليدات من واحد الخرجه اللي كانوا داروها لابيسين المسبح. كلشي كان فرحان وناشط، دوزوا وقت زوين، لعبوا تفرهدوا، ودابا راجعين لدويراتهم. ركبوا في الباص معمرين الدنيا بالضحك والغنى والنشاط ديالهم. راكم عارفين الطاقه ديال الدراري الصغار كي كتكون بحال شي بطاريه ما كتخواش. ولكن للاسف ما كانوش عارفين باللي ديك الفرحه والضحك غيتبدلوا في لحظه الكابوس حقيقي، كابوس غيغير خياتهم للابد، غيخلي في بلاصتو جروحه عميقه ما غتبغيش تبرى. في الاول إد راي يوصل واحد البنيته هي وخوها لدارهم، وقف الباص تسنى حتى نزلوا وبقى كيشوف فيهم حتى دخلوا لدارهم، عاد كمل طريقه. هذه كانت هي عادته، كيتاكد من سلامه كل واحد. من بعد وصل شي وليدات اخرين، في التالي بقى عنده في الباص 26 طفل، وهو يعني إد راي كان الرقم 27. كانوا غاديين في واحد الطريق خاويه دايزه في وسط الخلا والقفار، والدراري مازالين ضاحكين وناشطين كيتعاودوا على شنو داروا في المسبح وشكون ربح فيهم. وفجاه إد راي شاف قدامه واحد الفان بحال شي طوموبيل السلعه كبيره، كانت واقفه في واحد الموضعيه غريبه مبلوكيه الطريق كلها. إد راي قال مع راسو ياك ماشي واحد خسرت ليه طوموبيلته ودابا محتاج شي واحد يعاونو، كان معروف عليه كيعاون الناس، اصلا هذيك هي طبيعه سكان تشاوتشيلا. قال غير نوصل عنده غادي نهبط ونشوف ياك ما خصو شي مساعده. هذا كان هو الاحساس الاول اللي جاه، احساس المساعده والتعاون. ما كانش عارف بلي هذا الاحساس غيكون هو البوابه ديالو وديال الدراري الصغار الى جهنم. وصل إد راي حدا الفان الغريبه، يلاه بغى يخرج باش يشوف شنو كاين وعلاش هاد الطوموبيل بلوكيه الطريق. في لحظه وبسرعه خرجوا منها 3 ديال الرجال لابسين الماسكات على وجههم، و3 بهم عندهم الفراده المسدسات ومنيشين بالفراده على إد راي. في ديك الثانيه
الضحك والنشاط اللي كان معمر الباص كله اختفى. الوليدات بقاو ساكتين مصدومين، عويناتهم كيشوفوا في دوك الناس اللي ما عارفين شكون هما وما عارفين شنو باغين. الخوف دب فيهم بحال البرد. واحد من المختطفين مشى لجهه الشرجم ديال الشيفور، هضر مع إدراي بصوت بارد خالي من اي انسانيه. دابا حل الباب ديال الباص ولا غادي نقتلك. إدراي ما عرف شنو يدير في ديك اللحظه، بغى يقول ليه لا ما غاديش نحل الباب، ولكن كان عارف بلي اي غلطه صغيره اي حركه متهوره غادي يقتلوه. وإلا مات هو الوليدات غادي يبقاو بوحدهم، ما غيبقى معاهم حتى شي واحد كبير يقدر يحميهم. في التالي وبالرغم من الخوف اللي كان كيحس به حل الباب. واحد فيهم طلع لداخل الباص، بدا كيلوح بالفردي ديالو وكيشوف الوليدات اللي تكمشوا من الخلعه. بدا كيهدد وكيقول لا دار شي واحد فيكم شي حركه غلطه غنقتلكم كاملين وغنقتل حتى الشيفور ديالكم. ديك الساحه غير سمعوا الدراري هاد غدره بداو كيغوتوا وكيبكيو. الصوت ديال البكا والخوف عاود عمر الباص، ولكن هاد المره ماشي بالفرحه، بالرعب. كان طبيعي انهم يخافوا. الوليدات كانوا باقين صغار، العمر ديالهم ما بين 5 سنين و14 عام، والاغلبيه فيهم كان عمرهم 8 سنين 9 سنين و10 سنين. الخوف كان باين في عويناتهم، في رجفاتهم وفي صوتهم المبحوك بالبكا. مول الماسك دار عند الشيفور وقال ليه نوض تحرك من بلاصتك ورجع اللور ديال الباص. إدرانات كيحاول يكون شجاع، بقى غادي وسط الوليدات كيحاول يبتسم معاهم باش يطمنهم، ولو انه قلبه كان كيضرب بالخلعه. كان كيقول لهم بصوت خافت حنين بشويه كل شيء غادي يكون بخير، غير ما تخافوش. ولكن الوليدات مساكن ما قدروش يتحكموا في الخوف ديالهم، كانوا كيترعدوا كيبكيو بالصمت، عويناتهم كترقب كل حركه. غير رجع إدراي اللور ديال الباص، واحد من المختطفين جلس بلاصه الشيفور، والاخر شد سلاحه ملي يشوب على الوليدات باش اللي دار شي حاجه يتيري فيه. والثالث مشى لديك الفان اللي كانت مبلوكيه الطريق. صافي بثلاثه بهم ديماراو وشدوا الطريق. هكا في قل من ربع ساعه تخطفوا 26 طفل والشيفور ديالهم، بحال شي مشهد من شي فيلم سينمائي، ولكن هاد المره كان حقيقه مره. من تم داوهم على برا ديال المدينه بشي نص ساعه ديال الطريق تقريبا. الهدف ديالهم كان يتخلصوا من الباص الصفر الكبير اللي كيبان من البعيد واللي غادي يسهل على البوليس والناس باش يلقاوه. البلاصه اللي مشاو ليها كانت بحال شي غابه كثيفه وعامره بالقصب والشجر. كانوا موجودين تما فان وحده اخرى، فان ديال الموت، باش يهزوا فيها الشيفور والوليدات. غير وصلوا للستاسيون قربوا الباص بزاف من ديك الفان الثانيه باش الوليدات يخرجوا من الباص ويدخلوا النيشان ليها بلا حتى ما يحطوا رجليهم في الارض ويخليو شي علامه. وديك الساعه واحد بالواحد دخلوا لذاك الفان، والمختطفين بطبيعه الحال منيشين عليهم بالسلاح. اي حركه غلطه اي كلمه كانت غتكون هي النهايه. الوليدات مساكن كانوا كيبكيو ولكن بصمت، ما كانوش عارفين شكون هاد الناس وما عارفينش فين غاديين. الحاجه الوحيده اللي كانوا عارفينها هو انهم غاديين للموت. الخوف كان اقوى من اي صوت. الفان اللي كانوا موجودين تما والفان الاخرى اللي سدوا بها الطريق باش يخطفوهم كانوا عاودوهم كاملين من الداخل. السراجم تصبغوا بالكحل والداخل ديال الفان كله تغلف بالخشب، يعني فاش يسدوا عليهم الباب غيكون ظلام دامس، ظلام كحل ما يشوف فيه واحد الاخر، ظلام كافي باش يزيد من الرعب والخوف. وفعلا داكشي اللي كان، غير شرجوا الوليدات وسدوا عليهم. كان الظلام لواحد درجه كبيره ما دخلت حتى نقطه ديال الضوء للداخل. الوليدات فرقوهم، 13 طفل داروهم في فان و13 طفل الاخرين والشيفور داروهم في الفان الاخرى. إدراي كان كيحاول يطمن الوليدات اللي معاه واللي كانوا غيسخفوا بالبكا والخلعه. كان كيقول لهم ما تخافوش، انا هنا معاكم وما غادي نخلي حتى شي واحد يأذيكم. ولكن بينه وبين راسو كان عارف انه في مشكل كبير، وهاد الناس اللي خطفوهم ناس خايبين بزاف، ما في قلبهمش الرحمه. مادام قدروا يديروا هاد الشيء كامل الوليدات صغار بريئين، يعني قادرين يديروا اي حاجه خايبه وكفس. المهم من بعد ما نزلوا الوليدات، واحد من المختطفين ركب في الباص صفر ودخلوا مزيان في وسط من داك القصب والشجر، خباوه لواحد الدرجه ما يبانش كاع. صافي غير تاكدوا ان حتى شي واحد ما غادي يقدر يلقى داك الباص. جوج منهم طلعوا في واحد الفان وداك الاخر اللي بقى طلع في الفان الاخرى وديماراو باش يمشيو لشي جهه مجهوله. بقاو سايقين لساعات وساعات ما وقفوش كاع، والوليدات اللور ما كلاو ما شربوا ما مشاو للطواليت،
وكل شيء كان مسدود، يعني حتى الأكسجين كان قليل بزاف لداخل. وزيد على هذا الشيء كان شهر 7، الحرارة في كاليفورنيا كتكون جهنمية. تخيلوا كيفاش غتكون حالة دوك الوليدات لداخل. شي وحدين بداو كيتقيئوا من كثرة الخوف والعيا، شي وحدين بداو كيفقدوا الوعي. الوليدات اللي بغاو يمشيو للطواليت بقى كيقنفهم إدراي باش يقضيو حاجتهم في الجنب ديال داك الفان، ولكن ما بغاوش حيت غالبا تحرجوا. بصح في التالي ما بقاوش قادرين يصبروا وداروا داكشي اللي قال لهم إدراي باش يخليهم يرتاحوا ولو غير شويه. قال لهم شنو بان لكم نغنيو شي اغنيه، وبدا كيغني ليهم. ولكن الوليدات والو، الخوف كان اكبر من اي اغنيه، من اي محاوله للضحك. مخلوعين بزاف، ما عارفينش فين غاديين، والداخل كان ظلام وشي ما كيشوفش. المختطسين بقاو سايقين لمده 12 ساعه بدون توقف، وقفوا غير مره واحده باش يديروا الغازوال وكملوا الطريق. 12 ساعه والوليدات بلا ماكله بلا ما بلا طواليت، والاكسجين قليل بزاف. هذه كانت البدايه ديال المعاناه، بدايه رحله الرعب اللي غتغيرهم للابد. في نفس الوقت فاش يلاه تخطفوا ما رجعوش للدار، عائلتهم بداو كيتخلعوا. العشرات ديال المكالمات الهاتفيه نزلوا على المدرسه اللي كيقراو فيها. فينا هما وليداتنا؟ فينا هو الشيفون ديالهم؟ الناس اللي خدامين في المدرسه ما فهموا والو. إدراي ما عمرو تعطل على خدمته، ديما كيدي وكيجيب الوليدات في الوقت. في الاول قالوا يمكن تفشات ليه الرويضه في شي قنت، يمكن وقعت ليه شي مشكله في الباص. داروا بزاف ديال الاحتمالات، ولكن حتى شي واحد ما توقع ان داك الباص على قدو والناس اللي فيه تخطفوا. المدير ديال المدرسه بدا كيحاول يتواصل مع إدراي في الفيكس ديال الدار ديالو، ولكن ما كاينش في الدار، ما كيعاوشش. وحنا كنهضروا على السبعينات، يعني التليفونات بورطابل ما كانوش باش يصوني عليه ويقول ليه فين راك. ديك الساعه مباشره عيطوا على البوليس باش يقلبوا على هذا الباص وعلى الناس اللي فيه. البوليس في الاول ما خلاو حتى شي قنت فتشات شي لا ما قلبوش فيها على داك الباص. وكما كنعرفوا كاملين الباص ديال المدرسه كيكون كبير وكيكون في الصفر، يعني كيبان من البعيد، ولكن والو ما لقاوهش. كانت الساعه كدوز والدقائق كتحول لساعات، وكل ساعه كدوز الخوف كيزيد عند الوالدين وعند البوليس. بصح مع ديك 7:30 ديال العشيه، يعني تقريبا 3 سوايع من مور ما تخطفوا دوك الوليدات والشيفور ديالهم، واحد البيلوت كان كيسوق الهليكوبتر ديالو وحتى هو كان كيقلب، ومن السما قشع شي حاجه في وسط من القصب والشجر صفراء وكبيره. فاش هبط حداها ومشى عندها لقى بلي ان ديك الحاجه هي الباص اللي كلشي كيقلب عليه. الباص اللي كان مأوى ديال الدراري تحول لواحد المكان ديال الجريمه. لحقوا عليه البوليس الاخرين وجاو الصحافه يصوروا. الباص ها هو قدامهم، ولكن فين هما الوليدات وفين هو الشفور ديالهم؟ هنا الخوف تقلب الكابوس حقيقي. الوالدين ديال دوك الوليدات فاش ساقوا الاخبار باللي الباص اللي ركبوا فيه وليداتهم تلقى في وسط من واحد الخلا والوليدات ما كاينينش فيه، تصدموا وزادوا تخلعوا اكثر للقياس. قالوا شكون هادو اللي داو وليداتنا؟ غيكونوا داروا فيهم شي مصيبه. الدموع نشفات وبلاصتها جات واحد الخلعه جامده كتجمد كل عرق. فاش قلبوا البوليس مزيان ديك البلاصه اللي لقاو فيها الباص، لقاو في الارض علامات او اثار ديال الرويض ديال طوموبيل كبار شويه. وهنا البوليس عرفوا ان هاد الشيء ماشي مجرد ضياع، هاد الشيء جريمه. وقالوا ان من المحتمل المختطف او المختطفين اللي داروا هاد الشيء كامل جابوا الوليدات هنا وهزوهم في شي باص واحد اخر او شي فان، وداروا حتى الاحتمال ديال ان هاد الاختطاف غيكون الطلب فديه، عطيونا الفلوس باش نرجعوا لكم ولادكم. بصح هذه كانت كتبقى غير احتماليه، ولحد الان حتى شي واحد ما عارف شي حاجه. كان الغموض السيد الموقف. مباشره الاف بي اي انضمت للتحقيق، جاو تشاوتشيلا 30 محقق من تم. القضيه ما كانتش سهله، 26 طفل وراجل كبير اختفاو. هاد الشيء كان كبر من اي قضيه شافوها من قبل. نرجعوا دابا للمختطفين والوليدات. من بعد 12 ساعه وهما سايقين خرجوا على تشاوتشيلا بطبيعه الحال. وصلوا لواحد الارض كبيره بزاف دايره تحت دوك البلايص اللي كيصايبوا فيهم الكياس وكيديروا فيهم الحجر. ديك البلاصه كانت بعيده على تشاوتشيلا غير 160 كيلومتر. وعلاش 12 ساعه وهما سايقين باش يوصلوا تما؟ باش يوصلوا في وسط الليل، فاش ما يكون حتى شي واحد كيدور تما، باش يتخبى الشر في ظلمه الليل. المهم غير وصلوا تما وقفوا الفانات وهبطوا وحلوا ديك اللي فيها إدراي، جروه من وسط الوليدات وعاودوا سدوا الباب. كانوا باغيين يسيطروا على إدراي هو الاول حيت هو الكبير فيهم، باش هكا يجيو الوليدات الاخرين ساهلين ويسمعوا الهضره.
إدراي كان مصدوم ومخلوع بزاف، ولكن ما قال حتى شي كلمه، حيت كان عارف انه الا استفزهم ولو غير شويه غيقتلوه بدون رحمه، وهكا الوليدات غادي يبقاو بوحدهم في وسط داك الجحيم. واحد فيهم كان منيشن عليه بالسلاح وقال ليه سير نيشان قدامك وما تشوف لا هكا ولا هكا. إدراي بقى غادي، وشويه لقى قدامه حفره كبيره وفيها سلوم. قالوا ليه هبط مع داك السلوم، وفاش هبط دخل مع واحد تقبه، وفي الاخير لقى راسو في واحد الغرفه فيها ناموسيات. دوك المختطفين كانوا دافنين واحد الكاميون كبير وقديم ومصدي تحت من الارض، وداروا ليه دخله من السقف وسلوم باش يقدروا يوصلوا للداخل ديالو. كانوا مخططين لكل شيء، خططوا للموت البطيء. من بعد ما دخل إدراي وتاكدوا انه دابا صافي راه تحت السيطره ديالهم، رجعوا عند الوليدات. كانوا كيحلوا الباب وكيجروا واحد الوليد من وسط الاخرين، وبطبيعه الحال السلاح كان منيشن عليهم. وقبل ما يهبطوا من داك السلم كيقولوا لهم يعطيوهم السميه ديالهم والسميه ديال والدينهم والعنوان فين ساكنين وشي حاجه من داكشي اللي لابسين، وصافي كيبزوا عليهم يهبطوا من داك السلم لتحت الارض. وهكا داروا لكاع الوليدات الاخرين. تخيلوا معايا كميه الرعب اللي كانوا كيحسوا بها الوليدات اللي كيبقاو في الفان فاش كيحلوا الباب وكيجروا واحد منهم وكيعاودوا يسدوا عليهم الباب، ما عارفين شنو كيوقع ليه وعلاش كيديهم واحد بالواحد. ولكن الأغلبية ديالهم قالوا أنهم غادي يقتلونا واحد بالواحد، لدرجة أنهم فاش كيحلوا الباب باش يجروا شي وليد أو بنيته كيحاولوا يلصقوا في شي حاجة أو في هذوك الوليدات اللي باقين تما باش ما يخرجوهمش، حيت عند بالهم غادي يقتلوهم. المهم في التالي خرجوا كاع الوليدات وكلهم داروهم في داك الحبس اللي تحت الأرض. صافي تجمعوا كلهم لتحت، ناضوا كيدوروا وكيقلبوا شنو كاين تما. كانت تما واحد البوله صغيره مضويه غير شويه، وكانوا الناموسيات وواحد الصندوق زعما ديال الطواليط، ولقاو شويه د الماء والماكله. ولكن هاد الماء والماكله كانوا كافيين ل4 ديال الاشخاص ماشي 27 شخص. كان واضح انهم مخلينهم يموتوا بالجوع والعطش. بالنسبه للمختطفين هزوا واحد الغطاء ثقيل بزاف وغطاو به داك الدخله ديال الحفره، وداروا من فوق منها 2 باتريات حتى هما ثقالين بزاف، وخلاو واحد التيو خارج من تما على برا وملاصق مع واحد الفونتيلاتور اللي كيدور باش زعما يدور لهم الاكسجين لداخل. ولكن داك الفونتيلاتور كان قديم وضعيف بزاف، كان مجرد وهم امل خابئ. من بعد واحد المده قصيره إدراي والوليدات اللي كاينين للداخل في وسط من داك الكاميون تحت من الارض سمعوا الصوت ديال التراب كيطلع فوق منهم، وتما كلهم عرفوا انهم كيتدفنوا هما حيين. البلاصه فين مدفونين كانت مستحيل يشوفها شي واحد، ومستحيل يقول راه من تحت منها كاين البشر. داروها بطريقه ما تبانش كاع، وعرفوا مزيان اشنو كيديروا. كانوا كيبنيو ليهم القبر الخاص ديالهم. الشمس ديال لغد ليه اللي كان 16 يوليوز 1976 بدات كتشرق، وفي ديك الوقيته بالضبط المختطفين كانوا كيتوقعوا يصونيو على البوليس ويطلبوا الفلوس باش يرجعوا هاد الوليدات، وماشي غير شويه ديال الفلوس، كانوا باغين 5 ديال المليون دولار. 5 المليون دولار في داك الوقت كتساوي 25 مليون دولار دابا، يعني مبلغ كبير بزاف، مبلغ خيالي. المهم مشاو للدار ديال واحد فيهم باش يصونيو من الفيكس على البوليس ويطلبوا الفديه، ولكن لقاو الخط مبلوكي. الدنيا كانت مقلوبه على هاد الوليدات، كل شيء كيصوني في التليفونات، العائلات القراب والبعاد، الصحافه، الجيران، الناس كلها كانت في حاله هستيريه. وبسبب قوه الاتصالات تبلوكا الخط، والمختطفين عياو ما يحاولوا يوصلوا للبوليس، ولكن ما قدوش. كانوا محطمين ماشي على الوليدات ولكن على خطتهم اللي فشلات في البدايه. في التالي استسلموا وقالوا انهم خاصهم يقلبوا على شي طريقه واحده اخرى باش يطلبوا الفديه، ولكن كانوا عيانين بزاف، حيت تبارك الله الليل كامل وهما خدامين و12 ساعه وهما كيسوقوا، اذا غيكونوا ميتين بالعيا. واحد فيهم قال لهم يلا دابا نمشيو نعسو نرتاحوا، وفاش نفيقوا بلاتي ديك الساعه نقلبوا على شي حل كيفاش نديروا نطلبوا الفديه. داكشي اللي داروا، مشاو ينعسوا وطاحوا كاو حيت كانوا عيانين بزاف، وما كانوش عارفين ان ديك النعسه هي اللي غادي تطيحهم في الشبكه. النعسه غتكون اغلى نعسه نعسوها في حياتهم. بالنسبه للوليدات والشيفور، من بعد شي سوايع هما لداخل تحت الارض، شي وحدين فيهم بداو كيتخنقوا بسبب النقص في الاكسجين، وخلاص الماكله سالات، واصلا من الاول ما كانتش كافيه ل 27 شخص، وحتى داك الصندوق اللي داروا ليهم تما زعما الطواليت الريحه غتكون تما كتقتل، الريحه ديال الخوف، العرق
واليأس. دازت 12 ساعة وهما باقين تما محبوسين، والوليدات عاوتاني بداو كيغوتوا وكيبكيو. إدري كيحاول يهدنهم حيت ما حدهم كيبكيو ويتحركوا بزاف، الأكسجين كيزيد ينقص. ومن غير هاد المشاكل كاملة طاحوا في مشكل كبر اللي هو الفونتيلاتور اللي كان كيدور لهم الهواء لداخل حبس وما بقاش خدام حيت بينا تسالى ليه الباتري. يعني دابا حتى ديك البلزق ديال الهواء اللي كانوا عايشين به ما بقاتش، بحال شي شمعة غادا طفى. ولا كان كيسحب لكم هذا هو اكفس مشكل طايحين فيه، فراكم غالطين. المشكل كبير في هذا الشيء كامل واللي خلاهم كلهم مصدومين هو السقف ديال داك الكاميون اللي بدا كيهبط بسبب الثقل ديال التراب اللي فوق منه وبسبب الدميه اللي فيه. تخيلوا معايا ان في اي لحظه يقدر يتهرس ويهبط كاع داك التراب اللي كاين من الفوق وغيتدفنوا تما حيين. وخلاص المختطفين باقين ناعسين ومرتاحين وما في بالهم والو، ما عارفين ان الضحايا ديالهم راه في النفس الاخير. إدري في واحد اللحظه بقى كيشوف وكيفكر وقال مع راسو حنا غنموتوا هنا، غنموتوا يا اما غنتخنقوا حيت ما كاينش الاكسجين، يا اما غيهبط علينا التراب وغنتدفنوا حيين، يا اما غنموتوا بالجوع او لا يقتلونا هاد الناس. كان اللي يستملك كل جزء منه ولكن حتى شي حاجه من هادشي ما وقعات. والسبب واحد الشخص اللي كاين معاهم الداخل تما في داك الحبس، البطل ديال هاد القضيه اللي كون ما كانش معاهم كانوا كاملين بهم غادي يموتوا تما وحتى شي واحد ما غيعرفهم فين كاينين. هاد البطل كان سميتو مايك مارشال، كانت عنده ديك الساعه العام وكان اكبر ولد في المجموعه بطبيعه الحال من مور الشيفور. اقل حاجه نقدروا نقولوا على هذا الولد هي بطل في الواقع. مايك او على طول هذه العمليه ديال الاختطاف كان كيحاول يعاون إدراي وكان كيحاول يهدل الاطفال وما يبقاوش مخلوعين بزاف. كانوا ركبوه في داك الفان الاخرى اللي ما كانش فيها إدراي وكان كيدير تماما بحاله، كان كيحاول يهدنهم ويقول لهم ما تخافوش راه واخا يطرى اللي طرى ما غيوقع لكم حتى شي حاجه مادام انا هنا. فاش داروهم في داك الحبس اللي لتحت من الارض كان هو اللي قسم لهم الماكله وكان كيغني ليهم وكان كيلعب مع الوليدات اللي صغار بزاف. المهم دار الخدمه ديال شي واحد كبير، مع العلم انه حتى هو كان ميت بالخلعه، كان كيصارع الخوف ديالو باش ينقذ الاخرين. المهم من بعد ما السقف ديال داك الكاميو بدا كيهبط، مايك قال إدري حنا غنموتوا هنا، غنموتوا الا ما درناش حل راسنا، والحل هو نخرجوا من نفس البلاصه اللي دخلنا منها. إدري قال له بنبره يائسه كي غنديروا حنا راه مدفونين من تحت الارض. مايك جاوبو بعزيمه كانت اغلى من الذهب، ما نخسروا والو الا حاولنا، انت غير عاوني وخلي كل شيء عليا. قال له إدري ولا نفترض انك خرجتي لبرا وإلا لقيتي المختطفين واقفين تما غير يشوفوك غيقتلوا. مايك جاوبو وعينيه كتشعل بالاصرار حنا ميتين اللهم نحاولوا بعدا. هذيك الجمله كانت هي الشراره. اول حاجه داروها جمعوا كاع الناموسيات اللي كاينين تما وداروا وحده فوق منه وحده فوق منه وحده باش يطلعوا من فوق منهم ويحاولوا يحيدوا داك الغطاء اللي ساد عليهم الدخله. المشكل اللي كان عندهم ان داك الغطاء كانت ثقيله بزاف غير بوحدها، عاد من فوق منها كانوا جوج باتريات ثقال اكثر منها، واخا هكاك بقاو كيحاولوا يزعزعوها ولو غير شويه، وفي التالي فعلا قدروا يحركوها شويه. وهذا الشيء عطاهم امل كبير، امل بحال الضو في وسط داك الظلام الدامس، امل انهم يقدروا يحيدوها كامله. في الاول كان كيسحب ليهم غير غادي يحيدوها غيتكب عليهم التراب من داك الدخله وديك الساعه غيجيهم ساهل انهم يخرجوا، ولكن هما كيزعزعوا فيها حسوا باللي كاين شي صندوق واحد اخر اللي محطوط مباشره من فوق منهم وتما عرفوا باللي كاين شي حاجه كتحبسهم. المهم من بعد ساعات وهما كيتقاتلوا باش يحيدوا داك الغطاء، في التالي فعلا قدروا يحيدوها كامله. والوليدات اللي كانوا لتحت كانوا كيفرحوا وناشطين وكيقولوا واخيرا غنخرجوا من هذا الحبس، ولكن الفرحه ديالهم ما كملاتش. فاش ما يطلع لقى ان فوق منه كاين صندوق ديال الخشب وما فيش حتى شي خرجه منين يخرج. كانت خيبة أمل كبيرة بحال شي صفعة على وجههم. إدري استسلم وقال له مايك بصوت فيه الحزن والعيا راه ما عندنا حتى شي طريقة كنديروا نخرجوا من هنا، غير رجع لتحت حتى يجيو دوك الثلاثة ونشوفوا شنو غادي يديروا هنا. مايك ما بغاش يستسلم، قال ليه وعزيمته كبر من الياس، ضروري غادي تكون شي طريقه باش نخرجوا من هنا وانا ما غادي نتهنى حتى نلقى ديك الطريقه وغنخرجوا كاملين. وقال ليه مادام حاطين هذا الصندوق ديال الخشب هنا يعني ما داروش فوق منه طبقه كبيره ديال التراب حيت عارفينه انه غير ديال الخشب ويقدر يتهرس. مايك بدا كيضرب داك الصندوق هنا ولهيه وفي كاع البلايص. في واحد اللحظه ضرب في واحد البلاصه وتسمع الصوت بحال الا ما كانش فوق منها بزاف ديال التراب، وتما عرف باللي من داك البلاصه يقدروا يخرجوا.
كانت هذه هي النقطه اللي قلبات كل شيء. إدري يتلحق مايك وبدا كيعاونوا باش يهرسوا داك البلاصه باش يخرجوا منها، وخاصهم يديروا هذه العمليه بالزربه حيت كاين خطر ان يطيح عليهم التراب وكاين خطر ان يفيقوا المختطفين. كل واحد عاون. الوليدات الصغار بداو كيحرسوا بيديهم الصغار، كان إدري كيهرس الخشب ومايك كيزول التراب. الدقائق كانت كتحول لساعات، العرق، الخوف، الامل، كل شيء كان مخلط. في التالي من بعد مجهود كبير داروا واحد الثقبه كافي باش يخرج منها واحد الانسان. مايك هو الاول اللي خرج، طلع راسو الفوق وشاف السما. داك المنظر ديال النجام والبرد اللي دخل لجوفو كان احسن استنشاق في حياته كامله. دوز ساعات في مكان مغلق، لا نور لا هواء. دابا هو حر. شويه بدا كيدور عينيه وكيقلب على شي حاجه باش ما يطيحوش في شي فخ. شاف من البعيد واحد البنايه صغيره كانت بعيده شي كيلومتر ونص. شاف فيها مزيان وتاكد ان ما كاينش حتى شي واحد كيحرسها حيت المختطفين باقين ناعسين ومغطينهم بنوم عميق. مايك رجع لتحت وهبط واحد الحبل باش يعاون الوليدات باش يطلعوا واحد بواحد. وبالفعل طلعوا الوليدات واحد بواحد، وكانت الفرحه ديالهم لا توصف فاش شافوا السما فوق راسهم، فاش حسوا بالهواء النقي على وجههم. كان احساس الحريه اغلى من اي كنوز. إدري هو الاخرين اللي طلع، غير طلع حس باللي هذيك هي الفرصه الوحيده باش يهربوا، ولكن كان عليه يتاكد. بقى كيشوف ويسمع، ما كاين والو غير صمت الليل. في واحد اللحظه إدري بحال سمع الصوت ديال شي ماكينه وقال ليه مايك واش نمشيو لجهه هذا الصوت. الوليدات ما بغاوش يمشيو لجهه هذاك الصوت حيت خافوا يكونوا تما دوك المختطفين ويرجعوهم عاوتاني لتحت الارض. كانت الشدمه قوه من انهم يغامروا مره اخرى. في التالي ما كان عندهم حتى شي حل واحد اخر، وقرروا يتبعوا داك الصوت. وغير وصلوا شافوا من البعيد شي بنايه ومشاو جهتها كيجريو كاملين. إدري قال لهم بجهد من شافهم الناس اللي في ديك البنايه حنا من تشاوتشين. لا، الناس اللي في ديك البنايه بطبيعه الحال كانوا عارفين هاد القضيه ديال الاختطاف اللي وقعت في تشاوتشيلا، القضيه اللي هزت الراي العام. غير شافوا دوك الوليدات الصغار عرفوهم انهم هما اللي تخطفوا، وفي البلاصه عيطوا على البوليس. ومن بعد مده قصيره وصلوا لتما، واخيرا الوليدات ب 26 بهم والشيفور ديالهم تحروا من اليد ديال دوك المرضى. من تما داهم مباشره للسبيطار باش يشوفوا واش شي واحد فيهم تآذى في صحته، ومن بعد جابوا لهم الماكله والحوايج. كانوا فرحانين بزاف، الفرحه كانت مخلطه بالرعب والعيا. دازت 4 سوايع والبوليس كيهضروا معاهم وكيسولوهم على شنو وقع، شنو شافوا، شنو سمعوا. كل كلمه كانت مهمه في التحقيق. في التالي جابوا لهم واحد الكار كبير وكري باش يردوهم لتشاوتشيلا عند والديهم، ولكن وحدين من دوك الوليدات ما بغاوش يطلعوا في داك الكار، بحال كانوا خايفين حيت اخر مره طلعوا في باص تدفنوا حيين. كانت الشدمه النفسيه قويه. كاع دوك اللي ما بغاوش يطلعوا في داك الكار رجعوهم في الطوموبيلات. وصلوا لتشاوتشيلا. الوالدين ديال دوك الوليدات كانوا كاملين بهم كيتسناو حدا المركز ديال الشرطه. غير شافوهم بداو كيصفقوا وينقزوا بالفرحه. كل واحد فيهم نقز على ولده او على بنته. كانوا فرحانين وممتنين بزاف ان وليداتهم رجعوا بخير وعلى خير. كون غير كانوا كاع القضايا عندهم نهايه سعيده بحال هذه، ولكن هاد النهايه السعيده كانت غير البدايه ديال رحله طويله ديال التعافي. نرجعوا دابا لدوك 3 ديال الهبال. شكون هما وعلاش داروا هاد الشيء كامل؟ هاد المده كامله وهاد الشيء كله اللي طرا وهما كانوا باقي ناسين وما فاقوا حتى الغد ليه في الصباح، واللي كان 17 يوليوز 1976. غير فاقوا شعلوا التلفازه يشوفوا الاخبار، وتما شافوا ان الوليدات اللي من المفترض يكونوا تحت الارض كل واحد فيهم رجع لعند والديه. غيكون سحاب ليهم غير كيحلموا، واحد شويه غيفيقوا من كابوس. حسوا بالشماته حيت حتى داك الشعور ديال انهم يصونيو على البوليس ويطلبوا الفديه ما وصلوش ليه. حتى داك الاحساس ديال السيطره ديال يصونيو على البوليس ويقولوا لهم عطاونا 5 مليون دولار عاد نعطيوكم الوليدات، حتى داكشي ما وصلوش كاع حتى النص ديالو. بحال غير ضيعوا الوقت والجهد في هادشي كله اللي داروا. البوليس من مور ما تطلقوا الوليدات والشيفور خاص دابا يشدوا شكون مول الفعله. مشاو بعدا قلبوا على البلاصه فين كانوا مدفونين ولقاوها. حفروا داكشي كامل وقلبوه مزيان. لقاو ان داك الكاميون تدفن تما 8 شهور قبل، يعني تدفن تما في نوفمبر ديال 1975. كانوا كيخططوا لهاد الجريمه لشهور طويله. مشاو كيسولوا على شكون مول هذاك الارض، ولقاو ان مولاها سميتو فريدريك وودز، واحد من الاغنياء ديال ديك البلاصه. هاد السيد كانوا عنده بزاف ديال الاراضي والمشاريع والعقارات. المهم كان لاباس عليه لدرجه كبيره.
جابوه للاستجواب ولقاو انه ما عنده حتى شي علاقه بهذه العمليه ديال الاختطاف. واصلا علاش غادي يختطف دراري صغار هو عنده بزاف ديال الفلوس؟ ما كانش منطقي. ولكن فريدريك كان عنده ولد عمره 24 عام وكان سميتو فريد وودز. بغاو البوليس حتى هو يعيطوا ليه باش يستجوبوه، ولكن ما لقاوهش، ما خلاو فين قلبوا عليه. السيد اختفى. كانت هذه هي اول علامه استفهام كبيره. مشاو كيسولوا الناس والبنايه اللي خدامين في داك الارض، واش عمركم شفتوا شي واحد كيحفر في داك الجهه؟ واحد قال لهم الصراحه شفت واحد النهار 3 ديال الناس كيحفروا في داك الجهه، وواحد فيهم كان ولد مول الشيه. غير باش تعرفوا هاد الارض كانت كبيره بزاف، كان فيها اكثر من 100 هكتار، والبلاصه اللي كانوا كيحفروا فيها المختطفين كانت بعيده بزاف على البلاصه اللي خدامين فيها الناس، كانت مخبيه مزيان. المهم فاش البوليس سمعوا هاد الشيء كامل بداو كيشكوا فيه، حيت مادام هرب وباه كيقول انه يلاه كان كيدور خداه، زائد البناي اللي شافو كيحفر في داك الجهه، يعني غالبا غيكون واحد من الناس اللي شاركوا في هذا الاختطاف. واصلا الارض ديال باه هو اللي يقدر يتصرف فيها، وهو اللي غيقدر يحفر فيها ديك الحفره اللي كانت كبيره بزاف. رجعوا البوليس عند باه وسولوه ولدك فين يقدر يكون مشى؟ قال لهم ولدي ما عندوش بزاف ديال المعارف اللي يقدر يمشي لعندهم، ولكن عنده 2 ديال الصحاب الروح بالروح وهما اللي كيعمر معاهم بزاف. مشاو البوليس باش يقلبوا على هاد 2 ديال صحابو، واللي كانوا جيمس سانفيورد وعمره 24 عام، وخوه الصغير ريتشارد سانفيولد وعمره 22 عام. كانوا باغيين غير يسولوا على فريد، ولكن حتى هما ما لقاوهمش، اختفوا ب3 بيهم. بعد واحد الحاجه، حتى هاد 2 ديال الخوت اللي كانوا صحاب فريد حتى هما كانوا من عائله لاباس عليهم، وحتى هما كبروا في الخير. المهم البوليس هنا قالوا هادو 3 ديال المختطفين وهادو ب3 بهم اختفوا، يعني 100% هما مالين الفعله في هاد المهزله اللي طرات. في البلاصه تطلق حمله بحث واسعه على هاد 3، حيت دابا هما المشتبه بهم الرئيسيين في هاد الجريمه. واحد فيهم واللي كان سميتو ريتشارد لقاه باه، وبيديه جابوا للمركز ديال الشرطه وسلموا ليه، ما قدرش يصبر على الضغط. والاخرين حتى هما دغيا لقاوهم، واحد فيهم كان جاي باش يسلم راسو، والاخر واللي هو راس الحربه فريد لقاوه باغي يهرب في طائره خاصه، كان باغي يهرب من العداله، ولكن العداله كانت اسرع منه. دابا السؤال اللي كيطرح راسو، هاد الدراري ب3 بهم لاباس عليهم وكبروا في الخير، علاش داروا هاد الشيء على قبل الفلوس وهما ديجا عندهم الفلوس؟ هاد الشيء كان اللغز الكبير اللي حير الجميع. فعلا الدراري كبروا في عائله لاباس عليهم، وكبروا ما نقصهم حتى شي خير، ولكن غير فاتوا الجامعه ما داروا والو في حياتهم. والديهم قال لهم الا ما درتوا والو ما غنعطيوكم حتى ريال، وحيت كانوا عاطينها غير النعاس والدواره، والديهم قطعوا عليهم الماء والضوء، وفي بلاصه ما ينوضوا يشمروا على كتافهم ويخدموا، هما قرروا انهم يبقاو يسرقوا. بداو في الاول غير كيسرقوا الطوموبيلات، ولكن دغيا حصلوا وتشدوا، والديهم خلصوا عليهم كفاله وخرجوهم، وقالوا شنو ما درنا والدينا غادي يفكونا. كانت عندهم عقليه الافلات من العقاب، وتما بداو كيقلبوا على شي طريقه باش يربحوا بزاف ديال الفلوس باقل مجهود. وحيت كانوا كيتفرجوا في الافلام ديال الاختطاف، كانت هذيك هي الفكره اللي جاتهم في راسهم، نختطفوا شي واحد ونطلبوا فيه الفديه. واحد فيهم قال لهم علاش لي ما نختطفوش بزاف ديال الاطفال ونطلبوا في كل واحد بزاف ديال الفلوس. وكانت هذه الفكره الغبيه اللي قرروا انهم يطبقوها. الا بغاو يوليو لاباس عليهم بحال والديهم، قالوا دغيا نختطفوا الاطفال، حيت كيكونوا هما اثمن حاجه عند والديهم ويقدروا يخلصوا اي ثمن على قبلهم. بداو كيخططوا عام كامل لهاد القضيه، ولقاو انهم باش يختطفوا بزاف ديال الاطفال خصهم يختطفوا باص كله بداك الشيء اللي فيه، يعني بالشيفور وبالويدات. كانت خطه جهنميه، ولكنها كانت مبنيه على الجشع والغباء. المهم فاش تشدوا البوليس قلبوا الديور ديالهم ب3 بهم، وفي الدار ديال فريد لقاو الوراق اللي كانوا كيكتبوا فيهم الخطه اللي غادي يديروا، ولقاو حتى الورقه اللي كانوا كاتبين فيها السميات ديال الوليدات والعناوين ديالهم. كان كلشي مكتوب ومخطط ليه بالتفصيل، وغير هذا الشيء كان دليل كافي باش يغرقهم مزيان في الحبس. المهم ندوزو دابا للحكم. حكمت عليهم المحكمه بالمؤبد وما عندهمش الحق في الاستئناف، يعني غيبقاو تما حياتهم كامله. بصح من بعد بدلوا لهم الحكم وعطاوهم الحق في الاستئناف. ريتشارد واللي دخل الحبس وهو عنده 22 عام خرج في 2012 وهو عنده 58 عام.
خوه الكبير جيمس اللي دخل الحبس وهو عنده 24 عام خرج في 2015 وهو عنده 63 عام. وبالنسبة لراس الحربة فريد، فاش دخل الحبس كانت عنده 24 عام وما خرج حتى ل 2022 فاش كانت عنده 70 عام. 3 ديال الشباب كانوا عايشين بخير وعلى خير، وواحد النهار سخن عليهم راسهم وخرجوا على حياتهم وعلى حياة دوك الوليدات الأبرياء. من بعد ما تدفنوا حيين بزاف منهم تبدلوا كليا، شي وحدين كبروا مدمنين على المخدرات وشي وحدين مرض نفسيا، ولحد الآن ما كيبغيوش كاع يهضروا على شنو وقع في داك النهار، والخوف والوسواس باقي لاصقين فيهم وخلاص كاملين بهم. ولحد الآن اللي ولاو دابا كبار في العمر باقين كيعانيوا من الأحلام الخايبة ومن الكوابيس، كوابيس داك الكاميو المدفون، كوابيس الظلام، الخوف، الريحة ديال الموت. بصح كاين اللي كبر نورمال بحال مايك مارشال اللي عتقهم من داك الحفرة، وشي وليدات وحدين آخرين. من بعد عاودوا القصة ديالهم في واحد الوثائقي سميتو 48 hours. إلا بغيتو تفرجوا ليه كتبوا غير 48 hours تشاوتشيلا كيدنابينغ غتلقاوه. بالنسبة للشيفور إدري توفى في 2012 فاش كان عنده 91 عام، وسمى واحد الجردة كبيرة في كاليفورنيا على سميتو إدري بارك. كان بطل حقيقي ضحى بنفسه من أجل هاد الأطفال. هاد القصة كتبقى شاهد على الظلام اللي ممكن يتخبى في قلوب بعض البشر، على الخوف اللي ممكن يعيشوه أطفال أبرياء، وعلى القوة الخارقة اللي ممكن يلقاها الإنسان وسط الجحيم. ولكن الأهم هي كتذكرنا بلي بعض الجروح وخا الوقت يدوز عليها سنين طويلة كتبقى مفتوحة، كتنزف بصمت. وهاد الجروح اللي سببوها 3 ديال الشباب بقاو مطبوعين في قلوب وعقول هادوك الوليدات اللي دابا ولاو كبار في العمر، وربما عمرهم ما غينساو داك النهار اللي بلعاتهم فيه الأرض وخرجوا منه، ولكن ماشي بنفس القلوب اللي دخلوا بها. نهاية سعيدة؟ يمكن، ولكن بأي ثمن؟ سؤال كيبقى معلق وكيرجع يطرح راسو كل ما تفكرنا هاد القصة المروعة. بعد الظلال ما عمرها كتختفي.